يا اسطى عبده يا اسطى عبده. نعم يا ابني، في ايه؟ المطر بيبهدل لي العربيه، وكل ما باجي امسحه باي فوطه بيخربش لي البويه، وبحس ان البويه كلها مجرحه والعربيه كلها مخربشه. عشان انت بتغسل العربيه غلط. تعالى اوريك تغسلها ازاي. يوميات الاسطى عبده الفريز. حبايب الاسطى عبده الفريز، بما ان موسم الشتاء جه، في حاجه مهمه جدا عندنا. المطر لما بينزل والطينه تنزل على العربيات مع السرعه والجري، بيحصل ايه؟ لما بنيجي نغسل العربيات بتتجرح. العربيات بتتجرح من ايه، او بتحصل الخرابيش دي من ايه؟ بما ان في طينه على العربيه، طبعا حضرتك تجيب الفوطه تمسح العربيه تروح مجرحه البويه. طبعا ده غلط. المفروض ايه طيب اللي يتم؟ المفروض عندنا اللي يتم ان احنا نفوم العربيه، او بمعنى اصح نحط طبقه صابون كويسه على العربيه. ومش اي صابون، لازم يكون صابون ما فيهوش كيماويات جامده عشان البويه ما تبهت. نسيب طبقه الصابون شويه على العربيه، وبعد كده نشطفها بميه بس. نرجع نحط طبقه صابون تاني، ونبتدي نغسل عربيتنا كويس وندعكها كويس، ونديها بعد كده الميه الشديده الطبيعيه. انما لو حطينا الفوطه على العربيه وهي عليها الطينه او التراب هتتجرح. وبلاش يا ريت الفوطه الزفره، لانها بتبهدل العربيه جدا. وما تنسوش حبيبكم الاسطى عبده، كل اللي نفسك فيه في سوق السيارات هتلاقيه.